وزير جزائري يطلب من شركة سعودية تصحيح خريطة المغرب. تضامن واسع مع جواد بدة أمام الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من طرف الإعلام الجزائري. بعد تصريحه في شان الجزائر، جمهور الرجاء يرد على حفيد مانديلا. الصحراء المغربية مرشحة لاستضافة أكبر قاعدة صناعية عسكرية أمريكية بعد موافقة بايدن على خطة عاجلة. الجزائر تتخلى عن تونس، وقيس سعيد يتوسل المساعدات الغذائية من ليبيا. إلى التفاصيل متابعينا الكرام. وزير جزائري يطلب من شركة سعودية تصحيح خريطة المغرب. طلب وزير الصناعة الصيدلاني الجزائري علي عون من شركة تبوك السعودية المستثمرة في الجزائر تصحيح خريطة وضعتها وضمت فيها الصحراء المغربية. وظهر الوزير في فيديو متداول وهو يطلب من مسؤولي شركة تبوك للأدوية أن تغير خارطة معلقة داخل غرفة مؤتمر كان يفترض أن يكون للإعلان عن استثمارات سعودية في مجال صناعة الأدوية في الجزائر، حيث قال الوزير للوفد: يجب أن تصححوا الخريطة بسرعة، أنتم هنا في الجزائر وأنتم تعرفون موقف الجزائر بشأن قضية الصحراء. تضامن واسع مع جواد بدة أمام الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من طرف الإعلام الجزائري. تعرض المعلق المغربي في قنوات بي إن سبورت جواد بدة لحملة شرسة من النشطاء الجزائريين بمواقع التواصل بعد فضحه للمغالطات التي يروج لها الإعلام الجزائري بشأن عدم مشاركة المنتخب المغربي في كأس إفريقيا للمحليين. وكشف جواد بدة خلال تعليقه على مباراة الكاميرون والكونغو أن الشان دون المغرب وتونس ومصر بدون مستوى، كما أشار إلى أن الشان يلعب بدون بطل نسختين سابقتين وصاحب أقوى دوري في إفريقيا. وتحدث المعلق المتألق عن حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في البطولة، حيث قال أن المغرب لا يعتبر منسحبا بل تعذر عليه التنقل إلى الجزائر. جمهور الرجاء يرد على حفيد مانديلا. ردت جماهير نادي الرجاء الرياضي بطريقتها على تصريحات زويلي فليف مانديلا الذي دعا خلال افتتاح الشان المقام بالجزائر إلى محاربة المغرب والقتال ضدها أمام حضور 40,000 متفرج. وحملت جماهير الرجاء لافتة كتب عليها بالإنجليزية ومعناها: حفيد مانديلا، المستعمرة الإفريقية الوحيدة التي تبقت في إفريقيا هي أورانيا. يذكر أن أورانيا هي مدينة شيدها البيض الذين اعتبروا أن نهاية الفصل العنصري ونهاية حكم الأقلية البيضاء قبل عقدين في جنوب إفريقيا. الصحراء المغربية مرشحة لاستضافة أكبر قاعدة صناعية عسكرية أمريكية. وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن لوزير الدفاع لويت أوستن بالشروع في إعداد خطة عاجلة لبناء قاعدة عسكرية صناعية ضخمة بالصحراء المغربية. وكشفت صحيفة نيويورك دايلي نيوز أن الرئيس الأمريكي أعطى تعليماته لتنفيذ هذا المشروع العسكري الضخم للحد من التوسع الروسي في إفريقيا عبر الجزائر، كما الشأن في إفريقيا الوسطى ودول الساحل. وتضيف الصحيفة الأمريكية أن بايدن دعا وزير دفاعه للشروع فورا في تنسيق العمل بين البنتاغون لتسريع وتسهيل الجهود اللوجستية والقانونية للصناعة العسكرية الأمريكية، وذلك بالاستثمار في الصناعة العسكرية في المغرب. الجزائر تتخلى عن تونس، وقيس سعيد يتوسل. أعلنت السفارة الليبية في تونس أن طرابلس أرسلت هذا الأسبوع 100 شاحنة محملة بالسكر والزيت والدقيق والأرز إلى تونس، التي تواجه نقصا متكررا في هذه المنتجات بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها. وقال الملحق الإعلامي بالسفارة نعيم العشيبي: تأتي هذه المؤنة كمنحة مقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية إلى الشقيقة تونس في إطار الدعم والمساندة لما يمر به الشعب التونسي من نقص حاد في السلع الأساسية للمواد الغذائية المذكورة. ويبدو أن تبون المشغول بحفيد مانديلا والشان ومعاكسة المغرب هذه الأيام
نسي قيس سعيد الذي يلعب دورا لا يقل عن دور حفيد مانديلا في معاكسة المغرب. إلى فرصة قادمة، دمتم أوفياء متابعين الكرام، وإلى اللقاء.